قال له من انت؟ انا يهو. يهو يعني الله يرى. قال له تروح تطلع الشعب بتاع من مصر. موسى جه مصر؟ لا. ارميا جه مصر؟ ارميا النبي جه مصر. وبعدين السيد المسيح والعائله المقدسه ومعهم سلومه. انا بصراحه بعيب على الاقباط انهم بقى بيسووا في النجار بس والطفل المبارك. سلومه قريبه العدل، وسلومه ام يوحنا وام يعقوب ومن العيله، وهي يعتبر خالة العدل، ما سابتهاش طول فتره الرحله. وحتى لما تعب دفنوه في الدير المحرر. عشان كده وناس مصر، ومصر محبوبه جدا عندنا، ولازم نحافظ على بعض. وحيث يوجد الحب يوجد هناك عدوان. مع المحبه تختفي الطباع الوحشيه. يعني مره اخواتي المسلمين لما كانوا بيزوروني، الله يرحمه احمد، الشبان المسلمين عايزين ما تكلمهم، ورحت اكلمكم حاجه. يعني سيدنا نوح لما كان في الفلك، الاسد كان بيجي له في قفص، ولا الطريشه دي اللي بتبخ في الناس اللي تشوفه جابت له في غلق؟ لا، كل حاجه جات له كده. طب ليه؟ لان حيث الحب هو الله محبه. مش معقوله الخليقه تزرع على الخالق اللي خلقها. فطبعا هو قلبه مطمن لان ربنا معاه، فكان كل الحيوانات تخش وهو مبسوط جدا جدا جدا. عشان كده المحبه مش ممكن هي الله، والله محبه، والانسان اللي بيتحلى بالمحبه ما يخافش من اي شيء. حتى ان برضه السواح عاشوا في البراري والكفار ما خافوش من